متابعين معكم مستمعينا ودايما عبر الموجة 99.3 بالحلقة رقم 21 والأخيرة من بروفايل. الحلقة رقم 17 عرضت بتاريخ 29 نيسان 2009، بوقتها كانت مخصصة عن الفنانة إليسا. الحلقة رقم 18 من بروفايل عرضت ب6 أيار 2009 وكانت بوقتها مخصصة بمناسبة عيد الشهداء عن الفنان مرسال خليفة. خلينا نعمل هلأ جولة صغيرة على الألبومات اللي بيمتلكن مرسال خليفة برصيده الفني. في عنا أحمد العربي، وعود من العاصفة، على الحدود، سلام عليك، ركوة عرب، مداعبة، جدل العود، كونسرتو الأندلس، تصبحون على وطن، حلم ليلة صيف، بساط الريح، الجسر، سعادة، وتقسيم. الفنان مرسال خليفة دخل من ضمن 10 أسماء الأغنى بالعالم واحتل المركز السابع بثروة 18 مليون دولار. بيستاهل بس. الله يلعن بي الغربة شو سويت بحالي، مرة ومرمرت لي قلبي وسرقت مني الغالي، إلا منسافر سنتين ومنرجع عالضيعة، ضاع العمر وبعد حسين ما خلص هالبايعة. ويلي 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 الله يعين العند وعيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة، دلة 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 يا تعتيري ويا دلة، شو صاير بيا الناس كله عايش بالقلة. ويلي 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 الله يعين العند وعيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة. ويلي الحلقة رقم 19 من بروفايل عرضت بتاريخ 13 أيار 2009، كانت مخصصة عن سيرة حياة نجمين لبنانيين، الأول كان فارس كرم. وأكيد إذا فارس كرم ما في يقعد من دون شمس ومي، نحن ما فينا نقعد بلا أغنياته الحلوة. أنا بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي، ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي، ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. أنا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي. بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي، ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. أنا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا
أكيد الكل بيعرف أنه النجم فارس كرم هو مغني لبناني شعبي من عائلة مسيحية. ولد بمنطقة جيزين وشارك بعدد كبير من الاحتفالات وأصدر ألبومات ولعت المناسبات والسهرات. هو من جنوب لبنان وأغنيته بتميل بمعظمها للدبكة وبتدخل بموسيقتها الطبلة. هذا الشيء اللي جعل كل أغنيته مشهورة ومعروفة خصوصا بالنايت كلابس محل ما بيسهروا الشباب والصبايا يلي بحبوا هيك نوع من الأغاني. أنا وحياتك بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلاقي. ما بعرف إذا بعدكم ذاكرين أنه فارس كرم كان يشتغل بالبداية مثل وائل كفوري بصالون حلاقة رجالي. يعني عائلته ما كانت عائلة ثرية، كانت عائلة ولا حتى متواضعة، بل كانت عائلة فقيرة بعض الشيء. كان بايو فلاح وأمه بتشتغل بمدرسة الضيعة. يمكن ما عجبته المهنة لفارس كرم فانتقل من صالون حلاقة رجالي لفرن مناقيش. ومن بعد انتقل لمعمل الحجر. هيدا قبل ما يرسي فارس كرم على خط فني معين من بعد ما دخل لاستديو الفن موسم 96-97. إذن ما عدنا متابعين معكم بالحلقات اللي مرقت معنا ببروفايل. الحلقة الأخيرة رقم 21 مخصصة عن سيرة حياة كل الفنانين اللي مرقوا معنا من 15 نيسان ولغاية الحلقة الماضية أو الحلقة اللي عرضت الأسبوع الماضي. بحب ذكركم نتلقى مشاركاتكم على رقم 05-550-881 ولكل أصدقاء البرنامج يا ريت يشاركوا ويودعوا البرنامج على طريقتهم الخاصة. والنجم الثاني اللي خصصنا عنه أيضا نص الوقت تقريبا بحلقتنا أو بالحلقة ذاتها كانت النجمة. قلت نشوف مين. أكيد كلكم بتحبوا هيك الأغنية من وحي الفنانة. قبل ما نحط أغنية لهالفنانة ونبلش بحلقتها رح نتلقى هالاتصال. ألو ألو بونسوار. كيفك هشام؟ الحمد لله. صحتك؟ تمام الحمد لله. معك ريتا. كيفك ريتا؟ كيفك؟ منيح. منان عم تحكينا. شو أنا سمعت إنه آخر برنامج عندك اليوم؟ الحلقة الأخيرة من دورة البرامج. إيه الله يوفقك. الله يسلمك. في دورة أنا كنت روح من البرنامج يعني. في ولادة دورة جديدة أكيد يعني. إن شاء الله. نعم. إيه. إن شاء الله تضلك معنا على طول لأن أكيد. ما بستغني عنك. أكيد أنا معكم دايما ريتا. حقيقي. كنت على السمع من الأول الحلقة؟ إيه؟ كنت على السمع من أول الحلقة؟ لا هلا. أوكي طيب. شو تعليقك على البرنامج عن الحلقات اللي سمعتيها؟ كلهم حلوين. طب فيش أغنية هيك معينة بتحبي نسمعها سوا؟ هي أغنية على ذوق. ده الفنانة اللي جاية يمكن اللي رح نحكي عنها هلا. نعم. الفنانة اللي رح نحكي عنها هلا رح نسمع أغنية على ذوق رامي. أيه ولمين بتهديها؟ ايه اوكي. لمين بتهديها؟ بهديها إلك ولأسرة البرنامج لكل مين بحب يسمع. اوكي ريتا. باي. بشكر اتصالك. باي. باي مع السلامة. بلغي كل مواعيدي. إذن الجزء الثاني كان عن الفنانة هيفا وهبي. بلغي كل مواعيدي وقت اللي انت بتريدي على غيري لولا سلم قالوا لي انك سلم على غيري لولا سلم قالوا لي انك سلم وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك
عالجمر غموريني بعينيكي غامر كرمالك بمشي عالجمر لو كانت دربي بعيدي بعيدي وحياة الغي كل مواعيدي وقت اللي انت بتريدي هيفا وهبي منا داخلة معنا من ضمن العشر أسماء الأغنى بالعالم، ولكن داخلة معنا من المراتب الأولى من الفنانات اللي قاموا بالعمليات التجميلية. فهي قامت بعمليات شد الوجه، نفخ الخدود والصدر والشفاف، وأيضا بحقن الساقين، وأيضا وضعت لانسز على العيون، يعني 70% اصطناعي و30% طبيعي. ولكن بالرغم من كل هالعمليات التجميلية بتبقى هيفا حلوة ومهضومة. قبل ما ننتقل للحلقة الأخيرة اللي عرضت الأسبوع الماضي، بحب أقول شغلي أنه عن جد هيفا عانت بحياتها كتير من المشاكل. بكفي أنها تزوجت من دون إرادتها وكانت بعمر 15 سنة، أنجبت بنت، ووقت قدمت على انتخاب ملكة جمال الجنوب على أساس أنها عزبة ونالت التاج، ولكن من بعد ما عرفت لجنة الحكم بأنها متزوجة وعندها بنت سحبت منها اللقب. وما خدتش بالي حبيبي واللي جرى